جزيلا اللهم علي محمد تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم فهو استهداف خطير لا يسلم منه أي إنسان أو أي فكر أو أي عقيدة عاجلا أم آجلا. كلا للإرهاب، كلا للقمع الفكري، إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أنصار الدعوة اليمانية مواجهين للسفارة العراقية في كامبرا استراليا، نداؤنا إلى الحكومة العراقية وإلى رئيسها محمد الشياع السوداني أن ينظر إلى مظلومية أنصار الدعوة اليمانية بالإفراج عنهم فورا 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 فورا. فلا توجد وصاية فكرية على الناس لأي شخص أو جهة بحيث يتم ممارسة الإجبار والقمع لإلزام الناس بتبني فكر أو عقيدة. حتى الله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك. الله لم يجبر الناس على الاعتقادات، حيث يقول سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال جل شأنه: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما لكم هكذا تتعاملون مع هذه الدعوة، دعوة يماني آل محمد؟ وإن كنتم لا تؤمنون فهم عراقيون مثلكم قد ضمن كرامتهم الدستور. ما لكم هكذا تفعلون معهم؟ عندما يفرض أي فكر أو عقيدة على الناس فأنت تدعي، وإن كنت لا تقول بلسانك، أنك تدعي وتمارس صلاحيات لم يمارسها حتى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لم يجبر الناس على عقائدهم، فما لكم تجبرون الناس على عقائدهم؟ ما لكم؟ ما هذا الضغط؟ ما هذا الابتزاز؟ اللجوء إلى ممارسة القمع الفكري يعود بنا إلى العصور المظلمة. ما لكم يا حكومة العراق؟ يعود بنا إلى العصور المظلمة ويفتح الباب على مصراعيه لتحكيم شريعة الغاب. أترضون بذلك يا حكومة محمد الشياع السوداني؟ مهما نختلف فكريا أو عقائديا نبقى نتعايش بسلام واحترام، ولكن عندما
نمارس التطرف أو تمارسون أنتم التطرف على أنصار الدعوة اليمانية في تسويق فكر. هذا هو الشر المستطير الذي أودى بالمجتمعات في هاوية الإرهاب والاقتتال والقمع الفكري. نحن نقول لكم ببساطة أن محاولة فرض فكر أو عقيدة شخص أو مجموعة على سائر أفراد المجتمع الإنساني، فهذا المجتمع والمجموعة يعطي لنفسها، وأنتم أعطيتم لأنفسكم الحق باضطهاد هذه الدعوة وإرغامها، وأنتم بهذه الأفعال وهذه التصرفات قد ابتعدتم عن الدستور وما أتيتم به من ديمقراطية. أين الديمقراطية؟ أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان؟ أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق الإنسان؟ كل العقائد في الدساتير المعتدلة تحترم إرادة الفكر الإنساني ما دام لم يهدد السلم المجتمعي، فلا عدوان إلا على الظالمين، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يمارس القمع الفكري وقد مارستموه ضد أنصار هذه الدعوة المباركة فهو في الحقيقة يمارس الإرهاب الفكري الذي هو بلا شك مشروع للإرهاب المسلح وتحريض الناس علينا. ينبغي أن يتفق كل أفراد المجتمع والوطن على ضرورة المحافظة على السلم المجتمعي وتجريم كل من يهدد هذا السلم وترك الناس وما يعتقدون. ما شأنكم بهم؟ كفى إرهاب، كفى إرهاب.